السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا حبايب قلبي في يوميات أم دهب وكنزي. يا ريت أول مرة حد بيفتح القناة ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. النهاردة يا حبايب قلبي أنا عاملة لكم إيه؟ عاملة لكم الحواوشي الكداب اللي هو إيه؟ الاقتصادي المش مكلف وعلى قد ايدينا. طبعا احنا عارفين ايه، الدنيا بقت غاليه واللحمه غاليه اليومين دول، فانا عامله لكم ايه؟ حواوشي الغلابه اللي هو ايه؟ الاقتصادي. فيلا بينا يا حبايب قلبي نشوف ايه حواوشي الغلابه او ايه حواوشي الاقتصادي. يلا بينا نشوف ايه المكونات بتاعتنا يا حبايب قلبي. معايا ايه هنا؟ معايا اهي البطاطس بتاعتنا، هي بطلة الاكله بتاعتنا. معايا ايه يا حبايبي؟ معايا دي حته دهن هقول لكم هعمل بيها ايه، دي اللي هتديكوا طعم الحواوشي بالظبط يا حبايب قلبي. معايا ايه تاني؟ معايا بهارات حواوشي اهي يا حبايب قلبي، ومعايا فلفل اسود، معايا كمون، معايا ملح. عندك بابريكا حطي مش هيقول لا، عاوزه تضيفي اي توابل تاني حطيه، عاوزه تحطي توم باودر بصل باودر حطيه مش هيقول لك لا. بس انا طبعا زي ما انا قلت لكم بعمل لكم الحاجه الاقتصاديه ومش مكلفه يا حبايب قلبي. ومعايا ايه تاني؟ معايا بصل اهوت، معايا 3 بصلات، معايا طماطم، معايا فلفل بارد وفلفل حراق. ادي كل المكونات بتاعتي يا حبايب قلبي اهي، كلها مش مكلفه. انا زي ما قلت لكم بعمل لكم الحاجات الاقتصاديه مش مكلفه وعلى قد ايدينا. طبعا احنا زي ما قلت لكم في اول الحلقه الحاجات كلها بقت غاليه والدنيا بقى والعيشه، فانا نفسي اعمل حواوشي. طبعا عندي بطاطستين، ليه ما اعملهمش ادخلهم في حواوشي؟ وعندي حته دهن لو مثلا مركونه عندي في التلاجة في الفريزر اطلعها هتديني نفس الحواوشي بالظبط. وجربوا بس الطريقه ديت مش هتندموا، ودي فعلا طريقه جميله جدا واقتصاديه. يلا بينا يا حبايب قلبي خليكم معايا نشوف هنعمل ايه. معايا يا حبايب قلبي حله على النار اهي فيها ميه. انا طبعا ما بعملش حاجه غير ما بوريها لكم. انا ممكن طبعا اسلق البطاطس واطلعها لكم مسلوقه، فانا زي ما عودتكم مني اللي انا بعمل كل حاجه قدامكم. ادي البطاطس بتاعتي اهي يا حبايب قلبي، كل حاجه قدامكم ما بعملش حاجه غير ما بوريها لكم. هعمل ايه؟ هسيب البطاطس بتاعتي الجميله دي تستلق وهقول لكم هعمل ايه تاني. طبعا يا احلى اخوات انا ما بعمل حاجه ما بقفش جنبها، البطاطس شغاله اهي بتستلق. هعمل ايه؟ معايا حله على النار فيها زيت او سمنه حسب ما انت ما بتحب، بس هي عامه بتتعمل بالزيت. معايا ايه؟ معايا البصل بتاعي زي ما هنزل بيه اهو قدامكم، ما بعملش اي حاجه غير ما بوريها لكم. ليه؟ انا ممكن احط البصل ني وحش كله مع بعضيه، لكن اوريدي البطاطس عندي هتبقى مسلوقه مستويه والبصل يبقى في سنه قرمشه. لا انا مش عاوزه كده، هديها بس تقلبتين وهطفي عليها. انا عاوزاها بس تطرى سنه عشان يبقى كله طري في بقي ما بقاش فيها سنه قرمشه. هقلبها وارجع لكم تاني. بصوا يا احلى اخوات انا هي مش عاوزاها، بص انا عاوزاها بس تطرى سنه، ما تحرقيش البصله، تطرى بس سنه اللي هي تبقى فيه سنه ايه؟ الطريان، مش عاوزاها تبقى مقرمشه. احنا اتفقنا ده حواوشي الغلابه يا حبايبي وحاجه اقتصاديه، فانا بعملها معاكم واحده بواحده عشان ما تروش مني. انا مش هحط التوابل دلوقتي، هوريكم هعمل ايه تاني، خليكم معايا. هعمل ايه؟ هطفي بس كل اللي انا هعمله هطفي على البصله بتاعتي لغايه ما البطاطس بتاعتي تتسلق يا حبايب قلبي. هطفي على البصله بتاعتي وارجع لكم تاني. وادي يا احلى اخوات البطاطس بتاعتي شربت الميه بتاعتها. هعمل ايه؟ هطفي عليها، مش هعمل اي حاجه غير ههرسها وارجع لكم واقول لكم هعمل ايه. انا طبعا ما بعملش حاجه غير ما بوريها لكم يا حبايب قلبي. هطفي عليها وههرسها واوريها لكم بعد ما اهرسها يا حبايب قلبي. وادي يا احلى اخوات انا ما عملتش اي حاجه زي ما بوريها لكم غير انا هرست البطاطس بتاعتي. هعمل ايه؟ خليكم معايا. هاخد التوابل بتاعتي اللي هي الجميله، البهارات الحواوشي دي اساسي لازم تحطيها اهي. احنا اتفقنا ان ده الحواوشي ايه؟ الكداب اللي هو بتاع الغلابه. هقلب كل الكلام الجميل دوت. هعمل ايه؟ مش هعمل حاجه تانية غير هاخد البصله بتاعتي اقلبها عليهم على البطاطس المهروسه مع التوابل واقلبها يا حبايب قلبي وارجع لكم تاني. وادي يا احلى اخوات انا ما عملتش اي حاجه غير انا حطيت البصله بتاعتي اهيت وقلبتها بس. ده كل اللي انا عملته والتوابل. هعمل ايه؟ هنحشي الحواوشي الكداب. في حركه مهمه لازم تعملوها اللي هي البصله ديت لازم تدوها تقليبه بالزيت على النار، لان ايه؟ البطاطس زي ما قلنا مستويه، هي دي مش لحمه، احنا متفقين اللي هو ايه؟ حواوشي الغلابه اللي هو الاقتصادي. معايا ايه تاني يا حبايب قلبي؟ معايا العيش اهوت. هنحشي الحواوشي مع بعض اهو يا حبايب قلبي واقول لكم هنعمل ايه تاني. وهعمل ايه يا حبايب قلبي؟ هحشي الحواوشي بتاعي الجميل قدامكم اهوت. معايا البطاطس بتاعتي اهي اللي انا هرستها، وادي العيش بتاعه قدامكم. ما بعملش حاجه غير ما بوريها لكم اهو يا حبايب قلبي. هعمل ايه تاني؟ هاخد طماطم اهي يا حبايبي، هاخد فلفل بارد على فلفل حراق اهوت. مش هعمل اي حاجه تاني غير ان انا هحشي الحشوه بتاعتي بنفس الطريقه واقول لكم هعمل ايه. هحشي كل الكميه اللي معايا وارجع لكم تاني. وادي احلى اخوات معايا ايه بقى تاني؟
انا ما عملتش اي حاجه غير انا حشيت الكميه بتاعتي ايه بنفس الطريقه يا حبايب قلبي. دي الكميه اللي انا حشيتها اهيت بنفس الطريقه. وادي الطاسه بتاعتي اهيت فيها حته الدهن بتاعتي. عندك دهن جاموسي محوشيها، عندك حته ليا، عندك حته دهن بقري. انت حتى ده احنا متفقين اقتصادي، انت لو رحت للجزار قلت له اديني حته دهن بحاجه بسيطه ب 10 جنيه هيديكي حته قد كده تخليها عندك. دي بقى اللي هتديكي طعم الحواوشي بالظبط. ويلا يا حبايبي شوفوا هعمل ايه تاني. هعمل ايه تاني يا حبايب قلبي. اهي الرغيف اللي انا حشيته معاكم. هعمل ايه؟ احطه في الطاسه بتاعتي، هقلي كله بنفس الكميه بنفس الطريقه الكميه اللي انا عملتها يا حبايب قلبي، وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي شغلوه معايا على النار، هطلعه اهو. شايفين الجمال والحلاوه؟ مش قادره اقول لكم والله العظيم على الريحه، تحفه 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 تحفه. هطلع يا حبايب قلبي وهنرجع لبعض تاني. وادي احلى اخوات، طلعت كل الكميه بتاعتي. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه اهو يا حبايب قلبي. دي الكميه بتاعتي كلها هقدمها بقى معاكم دلوقتي يا حبايب قلبي، خليكم معايا. وادي احلى اخواتي احلى متابعين في الدنيا. ادي الحواوشي بتاعنا اهو الكداب، الحواوشي الاقتصادي يا حبايب قلبي. شايفين منظر الجمال؟ شايفين منظر الحلاوه؟ هنقدم جنبيه ايه يا حبايبي؟ عندك طبق مخلل تشكيله حطيه، عندك خيار وقوطه حطيه، عندك كاتشب، عندك اي مخللات، عندك سلطه حطي. شايفين منظر الحواوشي؟ شايفين منظر الجمال؟ ده حواوشي يا حبايبي اقتصادي. وحطوا معلقه اللي ديت جميله، او حته دهن البقري، حته دهن جاموسي. لو مش عندك روحي عند الجزار هيديكي حته ب 10 جنيه قد كده هتعملي بيها. والله العظيم مش قادره اقول لكم ريحه الحواوشي اكنه حواوشي فعلا حقيقي، حواوشي لحمه. الريحه مش قادره اقول لكم تحفه جدا جدا جدا. جربوه مش هتندموا. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ اهو الطبق طبعا بيتكلم عن نفسه. حواوشي ولا مش حواوشي؟ ده حبايبي حواوشي اقتصادي على قد ايديكوا. اعملوه مش مكلف، بطاسطيتين او 3 بطاسطيات عندك. اعملهم زي ما انا وريتك كده بنفس الطريقه. هيعملوا لك والله العظيم كميه مش قادره اقول لك. هعمل لك بتاع 8 ترغيفه 7 ترغيفه حلوين محترمين. وادي يا حبايبي الشكل اهوت. شايفين المنظر من جوه؟ انا عاوزه بس اوريكم المنظر. بصوا يا حبايبي المنظر من جوه اكنك حواوشي فعلا، الحواوشي الحقيقي. مش قادره اقول لكم طبعا سخن، وشايفين طبعا الدخان قدامكم. مش قادره اقول لكم على الريحه طبعا، وقادره اقول لكم على الجمال. مش قادره اقول لكم طبعا على الريحه تحفه. جربوه والله العظيم مش هتندموا. اعملي لعيالك هيعجبهم جدا. دي حاجه اقتصاديه. طبعا الحواوشي طبعا انتوا عارفين طبعا غالي واللحمه غاليه. ايه المنع لما تعملي حاجه يعني اقتصاديه لعيالك وتعجبهم، وفي البيت ونضيفه ومش مكلفه؟ ايه يا حبايب قلبي؟ طبعا انا مش هقول لكم غير اللي الاطباق بتاعتي بتتكلم على نفسها اهي يا حبايبي. واقول لكم يا رب اكون فدتكم باي معلومه صغيره، او فدتكم باي حاجه، او بتستفادوا مني. ويا ريت يا حبايب قلبي ما تجروش من المشاهده بالله عليكم، عشان المشاهده عندي وحشه خالص. ويا ريت تكتبوا لي كومنت حلو كده وتشجعوني، واللايكات يا حبايبي، اللايكات اللايكات. اهو يا حبايبي الشكل النهائي. طبعا انا مش هتكلم كتير اهو يا حبايب قلبي. طبعا الطبق بيتكلم عن نفسه اهو يا حبايب قلبي. اهو شايفين المنظر؟ شايفين الجمال؟ شايفين يا حبايبي الحلاوه؟ اهو حاجه اقتصاديه وعلى قد ايدينا. حواوشي الغلابه يا حبايبي اهو. شايفين؟ ده الحواوشي الغلابه يا حبايب قلبي. وهقول لكم بقى هتوحشوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.